ألم تر أن الله يلقي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق أي الوابل والمطر ينزل من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار من برد إلى حر وهكذا يقلب الله الليل والنهار من برد إلى حر من ليل إلى نهار من شدة إلى أمطار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. عباد الله من الجبابرة ومن من الملوك ومن من العظماء ومن من الملوك ومن من الجبابرة يقدر على ذلك؟ لا أحد يقدر على ذلك. جبال من برد تحملها الرياح بأمر الله وبقدرة الله سبحانه وتعالى. لا يقدر أحد من الخلق والبشر على إيقافها أو تغيير مسارها أو التحكم بها أو تخفيف سرعتها. فالرياح والأمطار آيات من آيات الله الدالة على عظمته والدالة على وجوده والدالة على قدرته سبحانه وتعالى وأنه المالك والمتصرف في خلقه وعباده كيفما يشاء وعلى حسب ما يريد وعلى حسب ما تقتضيه حكمته ورحمته سبحانه